تريلر مفيش بوستر مفيش حضن، ايه الاخبار؟ الفيلم اصلا فكره مشتركه بيني وبين احمد مالك. آه. بدات ما بيننا وبعدين ايام انضمت علينا. هاي كريم، ازيك؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ اول حاجه مبروك على اول فيلم روائي طويل ليك. الله يبارك فيك. السؤال بقى، هترجع تاني للافلام القصيره ولا خلاص كده كلها افلام طويله؟ لا اكيد طبعا هعمل افلام قصيره. هتعمل ده عادي جدا طبعا يعني اكيد. طب بما ان الفيلم رومانسي، انت تخليت عن المشاهد، شفت التريلر مفيش بوستر مفيش حضن، ايه الاخبار؟ الرومانسيه عندكم وقفت ولا ايه؟ بقت بالعكس، كلها من بعيد لبعيد؟ ده انا بسالك بقى السؤال ده. انا بسالك انت لما تشوف المخرج. الفيلم. ما انت هتشوف الفيلم ان شاء الله، اتمنى. يعني انت حافظت على الرومانسيه اللي احنا عارفينها بتاع زمان، ولا مفهوم السينما النظيفه سيطر عليك؟ ما هو الموضوع مش كده، هو كل حدوته ليها شخصيتها وليها حضورها. مم. انا خدمت الحدوته من دون ما ازود حاجه ولا نقص. يعني مفيش. لا هنشوف. انا واثق انه اتمنى مفيش. يبقى فيه. طب قول لي، بما ان الفيلم بيتكلم عن الفراق، قول لي ايه اصعب لحظه عدت عليك فرقت فيها حد؟ اعتقد الفراق الكبير كان لخالاتي لما توفوا، يعني كانت حاجه صعبه يعني. الفيلم كل احداثه رومانسيه، عايز اعرف اول ريد فلاج بتشوفه في علاقه تقول دي مش هتكمل؟ اعتقد انه السمع، انه لو محدش قادر يسمع بشكل كويس اعتقد دي تبقى مشكله كبيره. اكتر حاجه ممله في الحب عموما؟ هو اصلا بيجي هو بالظبط، دي فكره اكسايتنج يعني. الملل في الحب ده مش عارف هي ايه، بس هي بتبقى حاجه مومنت كده بتفرض نفسها اعتقد. عايز اسالك عن سر اختيار آية سماحه واحمد مالك لاول بطوله في فيلم روايه طويل ليك، انت اخترتهم ولا شركات الانتاج ساعدتك؟ يعني لا، هو الفيلم فرض شخصيته يعني. الفيلم اصلا فكره مشتركه بيني وبين احمد مالك. بدات ما بيننا وبعدين ايام انضمت علينا. انا بحس ان في حكايات كده هي بتاتراكت حاجات كتير حواليها وناس كتير. كريم قولي، لو قابلت الشخصيتين بتوع مالك وبتاع آية سماحه في الواقع هتقول لهم ايه لو هم قدامك لحم ودم؟ انبسطوا. وتحذير ما تستعجلوش. مم.